نقول له حسين يا عم ان بس انا فوضى عليك وعلى دماغك يلا. ربنا ما راح اقول له حسين. بس يا بدله يا عم تانية. حبايب قلب زوز مصر عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده يا جماعه يوم مش زي اي يوم، هيبقى يوم مش عادي، هيبقى يوم مجنون، هيبقى يوم كله مقالب. عشان النهارده يا جماعه هعمل مقلب في حد انتوا بتحبوه قوي، بس طالبين مني ان انا اعمل فيه مقلب. كل ما انزل فيديو الاقي بال1000 كومنت. والمقلب النهارده يا جماعه هيبقى في اهم يوم في حياته، لان فرحه النهارده. بس زي ما انتوا فاهمين انا مفيش في قلب رحمه يوم فرحه هنعمل المقلب. بس طبعا قبل ما اقول لكم المقلب ده هيبقى في مين، ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده، ولو مش عامل سبسكرايب تعمل سبسكرايب دلوقتي حالا. وعايزكم كلكم تقولوا لزين وزياد في الكومنتات الف مبروك. الدرع قررت ان انا افتحه معاكم يا جماعه، زين وزياد الزوزات، بفضل ربنا وبفضلكم اول درع فضي يوصل لنا يا جماعه. مستنيين طبعا الذهبي، عايزين كل الناس تعمل اشتراك عشان نوصل المليون في اقرب وقت. وطبعا يا جماعه المقلب النهارده هيبقى في الحسين عادل، وعشان النهارده اهم يوم في حياته فانا قررت اعمل المقلب النهارده. هو اتصل بيا على فكره بس تليفوني ساعتها كان مقفول، فلقيته باعت لي رساله على الواتس بيقول لي يا زوز يا حبيبي اخبارك؟ انا برن عليك كتير يا حبيب قلبي، تليفونك مقفول. لما تشوف المسج دي كلمني ضروري لان عايز اعزمك على الفرح بتاعي. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعه انا رديت عليه وقلت له يا حسين عامل ايه يا حبيب قلبي؟ طمني عليك. معلش والله كنت نايم وقافل الموبايل، بس موضوع فرحك ده والله مش عارف انا هاجي ولا لا عشان عندي ضغط شغل كتير قوي. معلش حقك عليا. عشان ساعتها يا جماعه جات لي فكره المقلب، وانا النهارده مجهز المقلب في الشنطه دي. انا عايزكم كلكم تتوقعوا في الكومنتات المقلب اللي في الشنطه ده هيبقى ايه، عشان نروح النهارده ننفذه في فرحه ومش هيبقى فيه في قلب رحمه. يلا بينا نروح على المقلب. سلام. طبعا دلوقتي يا جماعه انا وصلت للمكان اللي هيبقى فيه الفرح بتاع حسين. زي ما قلت لكم في الاول في المقدمه ان هو عزمني وانا قلت له مش هاجي، طبعا عشان اعمل فيه المقلب اللي انتوا حضراتكم طلبتوه مني. كميه كومنتات اعمل مقلب في حسين، اعمل مقلب في حسين. اديني هعمل مقلب ويوم فرحه يا جدعان. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده المعازيم كلهم قاعدين هنا وهنا، هو لسه بيجهز جوه. وطبعا دلوقتي يا جماعه انا هروح لاصحاب اليوتيوبر كلهم، طبعا كلهم متواجدين النهارده وحسين عازمهم، هعرفهم المقلب هيبقى ماشي ازاي. بصوا يا جماعه احنا هنخرب له الفرح وهنبوظه له وربنا يسترها، وانا مش عارف ردة فعله هتبقى عامله ازاي. وعايزكم كلكم تتوقعوا في الكومنتات هو المقلب ده هيبقى عباره عن ايه. والحاجات اللي انا جايبها ووريتها لكم في اول المقدمه دي اللي هيتوقع صح يا جماعه الحاجات دي عباره عن ايه او مقلب بتاع ايه بجد بجد، يعني هعمل له مفاجاه ملهاش حل. يلا بينا يا جدعان خليكم جاهزين للمقلب بتاعنا. بصوا بقى يا جماعه انا دلوقتي جبت الشنطه اللي فيها الحاجات بتاعه المقلب اللي هعملها في حسين النهارده. خليكم جاهزين معايا. بس دلوقتي يا جماعه في حاجه مهمه قوي، هخش لكل واحد دلوقتي افهمه ان انا جاي اعمل مقلب، عشان لو حسين شاف واحد فيهم ما يقولولهوش ان زوز مصر موجود النهارده في الفرح. انا لازم ابقى متخفي ومحدش شايفني خالص عشان اعرف اوصل لاوضه حسين واعمل فيه المقلب. يلا بينا. احلى ملوك. ايه ده زوز؟ عاملين ايه؟ اخويا زوز مصر. بس يا عم ما تعليش صوتك عشان دلوقتي حسين عازمني وانا قلت له ان انا مش جاي عشان اعمل فيه مقلب. طب ما انت جيت اهو. انت يا جيت عم ماشي، ما انتوا عشان لو قابلكم ما تقولوش ان زوز موجود ولا بتاع ولا اي حاجه. انت عايزنا نكذب. استنى بس نكذب ليه؟ هتعمل مقلب يعني ولا تعمل ايه؟ يا عم هعمل فيه مقلب يا جدعان، انا لا. مطلوب مني اعمل فيه مقلب. انا مش موافق. حسين صح يا اسطى وانا عمري بعتك في حاجه يا اسطى، بس دي ليله العمر بصراحه. استنى بس يا بلال، مقلب يعني اكيد هتعمل ايه يا زوز؟ يا عم المقلب كله هنا فهو لا مش هينفع النهارده حد يشوف ايه. امال المقلب هيتعرف دلوقتي. انا كل اللي طالبه منكم ان محدش يقول لحسين ان انتوا شفتوه. انا مش موافق. هو في ايه يا عم؟ بس استنى يا بلال انا موافق. لا انا مش موافق. اتقل بس. انا مش موافق. كل حاجه كل حاجه لها سعرها يا زوز. هتدفع كام يا هتدفع زوز؟ بكام يا عشري؟ لا انت هتدفع كام وما اقولش لحسين انك ما جيتش. طب قول لي انت عايز كام؟ مليون جنيه. مليون دولار. لا ده انا هروح بقى احسن. خلاص خليها في المعقول. استنى عايز 50,000 جنيه. استنى انت راجل يوتيوبر يعني ادفع. يا عم ده انا يوتيوبر غلبان. 50,000 يا زوز ومش هنقلل عن كده. طب عشان دي 5 جنيه. لا 25,000 يا زوز. يا جدعان ده مقلب مش رايح انا اسرق بنك. خلاص انت عايزنا نبوظ ليله انتوا كده العمر هتفضحوا. ونقول له حسين. بس نقول له حسين يا عم ان زوز بس في ايه يا اسطى؟ انت لو بقول لك افضحني مش هتعمل كده. ايه ده هو اللي هناك ده حسين؟ استنى خلاص انا فهمت. يعني انت دلوقتي يا زوز عاوزنا ما نقولش لحسين ان زوز يا مصر. عم بس
يا اسطى والله هزعل منك كده. 25000. ادفع ادفع. يا زوز، يا زوز ادفع يا زوز، بس بالدولار. استنى بس، انت هتتفق مع حد غيرنا؟ ده انا هتفق مع الفرح كله يعني لسه. استنى خلاص بس يا كده، بلال، يا بس بلال. افهم ثانيه واحده. زوز مفيش في جيبه غير 3 جنيه. طب اعمل اديله الاثنين يا جدعان، انا صارف ومكلف، انتوا ما تعرفوش هنا في ايه يا جدعان. صعبت عليا يا زوز. خد دول، هات لنا جنيه طيب. خد ده بيعه. يا لهوي. صراحه طلعت ظروفك وحشه. خد حبايب مفتاح قلبي. العربيه يا زوز. كمان ايه ده؟ خد البليزر بتاعي يا زوز. لا كفايه. خد يا زوز. انا يا بنت بص، كل اللي انا طالبه منك حسين ما يعرفش ان انا هنا. مش هقول له حسين يا عم انت خلاص. بتعلي صوتك ليه؟ ما اعرفش، هي كده مش طب هقول بقول لك ايه؟ سلام بقى، وانا قلت لكم على الموضوع. يا زوز. حسين، زوز جاي. انا مش متخيل رد فعل حسين، ممكن والله يرميني في البول ده والله. والجو تلج، احنا بالليل اصلا وفي مكان يعتبر صحراء، الجو تلج. تعالى بس. كينج مصر اهو يا جدعان، هننزل نعرفه دلوقتي المقلب. بص ده قاعد مع حد بيتكلم في موضوع مهم بس مش مهم. تعالى ايوه يا اخويا، عامل ايه؟ يا زوز احلى كده. هو انت جاي امتى؟ انت مش شفت مش جاي؟ انت مش شفت انت مش جاي؟ يا عم اهو. بيصور. انت بتصور ايه طيب؟ افهم بقى، افهم، انا هفهمك كل حاجه دلوقتي. قول. هو مش حسين كلمني وانا قلت له مش هاجي الفرح؟ ما هو اصلا قال لي انا عايز زوز عشان في حاجات هنا نعملها معايا، قلت له يا ابني زوز عنده ظروف وانا ما اعرفش اصلا. يا حبيب قلبي، انا عندي فانز وجمهور كبير طالب مني مقلب في حسين، وما لقيتش احسن من اليوم ده النهارده في فرح. الفرح اهو، انت عبيط يا زوز. ما ينفعش. اسمع، انتوا هتسمعوه يا ابني هو لسه ما جاش اصلا. يا باشا. انا ولسه ما حضرت جاش. كل حاجه. فيها ايه؟ لا مفيش، محدش هيشوف طب انت دي هتعمل ايه؟ دلوقتي. جاي تعمل ايه طيب؟ يا باشا انا هعمل فيه احلى مقلب النهارده في فرح حسين. ما تهزرش يا كنجي، انا بهزر في يا ايه؟ ابني، يوم الفرح انت عبيط يا زوز، ده ما ينفعش. والله ده انسب وقت واحسن وقت عشان هتشوف ردة فعل بس ما غبيه. ينفعش. بس انا عاجبني حماسه. انا مش معاك يا اسطى في الحوار ده. يعني ايه يا كينج مش انا معاك؟ مش معاك يا اسطى. هو انا ما بأثر ينفعش. معاك في حاجه؟ هنخسر الراجل. هو انا مش عايز. بص انا عشان جاي تفهم انا بس. جاي النهارده افاجئ الراجل وافرحه برسمه، انت تقول لي هنعمل فيه مقلب. انا مش عايزك معايا في انا عايز منك طلب واحد بس. ايه؟ ان انت ما تذكرش اسمه خالص النهارده، ولا لا، أنا أكنك أروح شفت- هقول له أنا. بس يا عم تروح تقول له ما ايه؟ ينفعش يا زوز. بالله عليك يا كينج، انا بس مش عايزك تقول له عشان انا هفاجئه كينج. وهروح ناطط له في خلاص الاوضه عشان بتاعته الناس واعمل اللي فيه بتحبك المقلب. بس مش أكتر. يا عم يا ابني بقول لك مقلب وفرح، ده عروسه ودنيا خلاص يعني أكننا ما ما تبقاش نعرفش مجنون يا طب زوز. وفيها ايه يا كينج يعني؟ انا عايزك بس ما تقولش اسمه ولا لا تقول لي وربنا انا راح اقول له حسين. بس يا كينج رايح فين؟ والله راح أقول له. لا يا عم لا. امال ايه بص- بس؟ بص- ما عيب اللي انت بص- عايز بص- تعمله. بص افهم بقى مني. هو مقلب سريع كده، بس انت لو شفت حسين ما تقولوش ان انا شفت زوز في الفرح خالص. تمام؟ يا حسين بس- حسين لسه ما جاش اصلا حسين. هو جوه يا عم بيغير جوه. بس لسه ما يا عم خرجش. هو في الاوضه جوه، قالوا لي ان هو قاعد في الاوضه. تمام. فانت بالله عليك انت لو محمد علي وبلال شافوك كانوا قاعدين فوق. فهمتهم وعرفتهم كل حاجه وافقوا؟ اكيد طبعا يوافق. ايه ده؟ ده انت انا ماليش دعوه، انا مش موافق، ماليش فيه قدام الناس وانا ماليش دعوه حسين. بص يا جماعه، كينج مصر بيبيعني ومش عايز يبقى معايا في لا، أنا ماليش مش دعوة. عايز يبقى معايا في المقلب. انا جاي افرحه وعامل فيديو ان انا رسمه هو وعروسته، تقول لي مقلب؟ طب يا كينج عشان خاطري وعشان خاطر الفنزات خلاص مش هقول له، بس ماليش دعوه. ما مالكش تجيبش دعوه. سيرة. ما مالكش- تجيبش سيرتي. ولا هجيب سيرتك ولا اي حاجه. ماشي. بقول لك بس- يا زوز، يا عم وبكده يا جماعه قدرنا نقنع كينج مصر وملوك السعاده. طبعا انا هدور في الفيلا دلوقتي تاني واشوف اي حد عارفني عشان اوصف له المقلب واعرفه وما يروحش يقول لي حسين. يلا بقى نروح ندور على حد تاني. تعال. بقول لك يا فنان، ما تعرفش العريس فين؟ انت قاعد مكانه. بقول انا عايز انهي الوقت بس ما اعرفش هو وقت ايه. انت بتقول ايه؟ بقول انا عايز انهي الوقت بس ما اعرفش هو وقت ايه. يعني ليه؟ والله ما فهمت انت بتقول ايه. بقول لك ايه يا اخي، احنا عن دماغي يمين صوب عليك وعلى دماغي. يلا مش هتنام. هو في ايه يا سلام؟ ايه يا عم، ده شكله مجنون ده ولا ايه؟ ايه ده؟ رأفت عامل ايه؟ انا بقالي ساعة بلف بالفيلا على حد يعرفني ويعرف حسين. انا ما اعرفش حسين. انت عايز ايه؟ انا جاي النهارده اعمل مقلب في حسين، وده اهم يوم في حياته ولازم تعمل فيه مقلب. انت بتهزر. والله ما بهزر. ماشي، انا مثلا كان حسين ده انا مش طايقه، بس ما ينفعش طبعا انك تعمل حاجه زي يا كده وانا عم اساعدك على سيبك حاجه من زي كده. الكلام ده بقى، انا عارف ان انت هتوافق. انا هعمل فيه مقلب النهارده بقى زوز مش هينفع، ايه اللي مقلب يعني ويوم فرحه كمان؟ انت يا عم طب اعمل ايه؟ هو بقى
الفانز كلهم كومنتات اعمل مقلب في حسين، اعمل مقلب في حسين، يعني اعمل عشان مقلب في الفانز حسين. هيقول لك هتعمل مقلب في حسين تيجي تعملها فيهم فرحه؟ وانا ما اقدرش ازعلهم يا عم. ايه اللي ما تقدرش تزعلهم يا عم؟ ما هو الناس النهارده هيبقى اهم يوم في حياته، فانا عايز اشوف ردة فعل حسين هتبقى عامله ازاي لما اعمل مقلب في فرحه. افرض حد جرى له حاجه. كل اللي انا عايزه منك طلب واحد، قول انت ولا شفتني ولا كلمتني ولا وقفت معايا. يعني لو حسين شافك ما تقولش ده انا قابلت زوز ومش عارف ايه، عشان انا مش عايزه يعرف، عشان انا هخش افاجئه. انا مش مطمن يا زوز. لا اطمن والله، والمقلب هيعجبك قوي. أكيد. ها اكيد. بما اني مش طايقه اصلا توكل على الله. اخويا طلب بقى اخير. احي قول. اوضه حسين اللي قاعد فيها انهي اوضه في المكان؟ لا والله يا زوز انا ماشي، انا اتفقت معاك وقلت لك ماشي يا عم كمل جميلك. لا مش كمل جميلك يا باشا، انت روح دور وتصرف. لا. زي ما دورت وجيت تلاقيتني دور وتصرف. يا عم انا بقالي ساعتين بلف وبدور، يعني بص خلصني عشان اعمل المقلب. يا عم دور وهتلاقيها. بص هي قريبه من المكان دي، في المحيط ده كده هتلاقيها بجد والله، في المحيط ده ومش بعيد. طب ما تقول لي عليها وخلاص بقى. بص انا مش هقول لك، بس يا عم هقول قول. لك تلاميح كده. ماشي، هتمشي يمين شمال وبعد كده الاقي الكنز. يا عم ما تقول لي ما تقول لي يا عم على الاوضه فين؟ بص هقول لك على حاجه، يمين في شمال، في يمين هتلاقي دولاب، هتفتح الدولاب ده هتلاقي بقول لك ايه، والله لا تيجي معايا وتوريني الاوضه بنفسك. تعال. لا والله، لا والله. يلا بس تعال. بص بقى يا زوز، انا يا دوب وصلتك المكان، انا بقى مش هقدر اعمل معاك اي حاجه غير كده. بس ما تكمل معايا. لا، مش والله هموتك من الضحك. لا طبعا، او مثلا كان مش طايقه اصلا ماشي، وجيت له النهارده مخصوص عشان ان انا اعمل له حاجه كده تعرفوها، بس ما ينفعش ان انا اعمل معاك حاجه. بس اوعى تكون بتشتغلني متاكد ان هي دي الاوضه اللي حسين فيها. يا باشا انت ودماغك وتعامل، كل واحد وايه وشطارته، صح؟ وريني يعني هنا انا يا دوب عملت اللي عليا ووصلتك. حبيب قلبي. مش حاجه، ربنا يسترها عليك يا زوز. جاهزين يا جماعه لاقوى مقلب النهارده في فرح حسين؟ يلا بينا بقى عشان نخش له الاوضه دي. سلام. بصوا يا جماعه، حسين واقف جوه في الاوضه اهو، بس مع حد انا مش عارف مين ده. هستناه لحد ما يخرج عشان عايز حسين جوه في الاوضه لوحده عشان انفذ فيه المقلب اللي انا هعمله فيه النهارده. هبوظ له كل، هتتفاجئوا يعني. يا جماعه خليكم بقى معايا. بقول لك ايه؟ انا شايفك كده مع حسين جوه، انت بتعمل معاه ايه؟ ده بس كنت بظبط معاه كام حاجه يا ابني ده كابتن حسن قلب عليك الدنيا بره. ايه؟ والله روح له. ده عبيط ده ومخفف. عريسنا بيتك ايه ده؟ انت مفكرني ان انا مش هاجي؟ انت قلت لي مش جاي. طب ما عادي يعني، ما لازم اعمل لك مفاجأة. لا انت جاي الفرح؟ امال انا جاي ايه معاك يعني؟ لبس يعني تلبس ولا لا؟ لا ما هو كده وحش يعني. انت كده حزلقوم مش وحش. ايه يا اسطى انت يا اسطى بتهزر يا ده انا هو انتوا يا جدعان ده اغلى حاجة اشتريتها النهارده. وايه الفرح اللي انا لبستني؟ لو جاي بتصور كمان اقفل يا اسطى يا الكاميرا. اسطى اصبر، ده انا عشان محضر لك، هو مصور عشان محضر لك مفاجأة هنا. مفاجأة في الشنطة دي؟ والله محضر لك مفاجأة جامدة. الفرح يعني بتزور الفرح لزوم الفرح ده، انت هتلاقي موضوع دلوقتي مختلف. انا بجد قلقان. وريني. لا والله هفاجئك، والله هفاجئك. بقول لك ايه يا زوز، انا ما بحبش المفاجآت والله العظيم يا جماعه. حزلقوم اللي انت جاي بيه ده وروح. يعني انت بتطردني من الفرح؟ انا قلت اعمل لك مفاجاه النهارده، قلت لك ان انا مش جاي وجيت. يلا يا زوز برضه هتقول لي حزلقوم. يلا يا زوز. لا ده مفاجاه هتعجبك. وريني طيب يا عم لا ليه، هو تبقى مفاجاه ازاي؟ لف كده يا اسطى. عيب. غمض عينيك. لا مش قصدي اغمض عينيك. الفرح يعني وكده. خش بس كده قدام شويه. صح. استنى. ها انا وجعتني خلاص اهو. انت بتصور ليه؟ احنا في فرح والناس انا عايز انام اصلا، مش عارف حاجه وقلقان ومتوتر. بقول لك ايه يا قلبي؟ طب ما تلف بقى. لازم نوظف فرحك النهارده اهو. طب لا طب اصرف بالله عليك. انا لازم ابص. هم طالبين مني مقلب ولازم اعمل مقلب فيه وفي يوم فرحك. ايه ده فيه؟ يوم فرحك. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ يا نهار. بقول لك ايه خد بس
خد يا اسطى. ده فرح الراجل يا عم. فرح ايه يا عم؟ خد يا كينج. خد عيب والله يا استاذ. والله ما عيب يا عم. فرح الراجل يا ابني. ايه اللي انت عملته ده؟ يعني انا فرح الراجل ولا زعل الفريزات دي سوى ايه؟ العروسه مستنياه بره يا جدعان. ايه العريسه؟ ايوه يا سيدي. بس انت كده شكلك احلى. اقسم بالله تحفه. بص خد حقك بنفسك يا ديفيد هات لي بدله يا عم تانيه. لا بيهزر يا حسين. يا عم مستنياه بره يا اسطى. في انا بهزر معاك يا اسطى. يا اسطى بس برضه يا زوز. بس يا زوز بجد زوز. خلاص بقى سيب. سيب بقى خلاص بقى يا كينج بقى. انت بتاخد حقك. انا مالي يا عم. بقى كمان هتخليني حاضر الفرح. طب خلاص يا عم بره ولا اطلع بره يلا. اطلع بره يلا. مش عايز اشوف وشك تاني. انا مش هزار يا زوز بجد. انت غلطان يا زوز. بس بجد يا زوز انت بتهزر يا زوز. بس بقول لك قلت لك من الاول بس هو المنظر جامد والله. هو كده البدله بتاعته باظت خالص. يا ابني انت ورجله اتكسرت ولا مش عارف ايه. طب انا مالي يا اسطى؟ انت اللي انا فيها دي يا عم. يا جدعان بس اقول لكم على حاجه حرام بقى. انا بنت نفس اليوم كده. ايه ده؟ هو انت عملت انت عملت فيه مقلب انت كمان؟ وعمال تقول انا مش عايز اعمل فيه مقلب. انا مش عارف ايه. قبلك على طول. لا اللي يشوف بص واللي يشوفه ملاك قاعد في الفرح. ده انا اتحايلت عليهم عشان يوافقوا. انا صالحته يا جدعان. انت لسه ما صالحتش. لا مش صالحه زوز انا والله. لا وربنا ما ينفع. انا عامل كده زعل. ده باظت هيحضر الفرح. زعل بجد والله يا اسطى. طب ما تيجوا معايا. لا مالناش دعوه. انت اللي عامل مقلب ولا احنا؟ كينج في واحد بيعمل شاي بره تحفه. بص انا داخل اصالحك. يا عم اقفل بقى. يا نهار ازرق. هو كان داخل يصالحه. تمام. النية يصالحه. يا جماعه اعملوا لايك عشان احتمال يكون اخر فيديو لزوز.